ليش سميت هاي التفاحة؟ أولا رائحة التفاح كرائحة قبر الحسين سلام الله عليه. ثانيا أكل التفاح في الأسحار يطيل العمر، يعني الواحد يأكل له تفاحة بعد منتصف الليل، وهاي بها حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أكل التفاح في الأسحار يطيل العمر، يعني واحد من بعد منتصف الليل يأكل له تفاحة، صحة وعافية وتطول العمر، وريحتها من تشمها تذكر قبر الحسين وقول السلام عليك يا أبا عبد الله. وشاركوا هذا المقطع مع باقي الأخوة والأخوات، خير الناس من نفع الناس. كرائحة قبر الحسين. انتوا ليش اي مصيبة اي كارثة تريد تسوونها تدخلون بها الحسين؟ ها؟ ليش اي مصيبة تريد تسوونها تدخلون بها الحسين؟ شو له علاقة الحسين بهاي السوالف؟ كرائحة قبر الحسين. جاب الحسين على الموضوع ولكم ليش تشلبون؟ هاي واحد. اثنين، تحدي اتحداك 10,000 دولار انطيك اياها اذا طلعت لي حديث للرسول يحكي بيه عن التفاحة. تحدي 10,000 دولار انطيك اياها، احول لك اياها. الصافي مدري شو اسمك، نشال كربلاء. ترى معلوماتك كلها عندنا. النشال كنت بالقاعة 2 بالتسفيرات مال كربلاء. نشال حرامي وطلعت لبست عمامه ترى هالكربلاء هم قاموا يحجونا كرائحة الحسين. شو له علاقة الحسين بالموضوع؟ لا تدخلون الحسين بكل شيء. ولكم خزيتونا عمي، تربطونه لو نبقى نضحك عليكم وضحك العالم عليكم. لو تربطون هذا الكديش الهرم لو نبقى نضحك عليكم ونضحك العالم عليكم كرائحة الحسين، كرائحة قبر الحسين يطيل العمر بالأسحار. لك ولا حديث بس ما أتذكر. هاي كل ما يسوي مصيبة حديث بس ما أتذكره خلى العالم تظل تضحك عليكم. قلت لي يا سيفندية